السلام عليكم. سبل المياه تم انشاء على مر العصور في العماره الاسلاميه، وكان الغرض منها ان الناس تشرب منها ميه بالمجان، ومعظم الاسبله دي بتكون ملحقه بمنشات تانية زي المدارس او الجوامع او الخنقوات، او ممكن تكون منفرده زي سبيل السلطان قايتباي الموجود بشارع الصليبه، وشكلها المعماري بيختلف من عصر للتاني. وفي الفيديو ده هنتكلم عن سبيل من عهد الاسره العلويه، اسره محمد علي باشا الكبير، واللي امر بانشائه محمد علي مؤسس الاسره العلويه سنه 1236 هجري 1820 ميلادي، والحق بالسبيل كتاب لتحفيظ الاطفال القران الكريم ويعلمهم القراءة والكتابة والحساب. والسبيل ده تحفة معمارية عمرها أكتر من 200 سنة، وموجود على رأس حارة الروم بالغورية، وتم إنشاؤه عشان يكون صدقة جارية على روح ابنه الأمير أحمد طوسون باشا اللي قاد حملات ضد دولة السعودية الأولى، واللي كانت نتائجها ضم الحجاز للديار المصرية وتعهد عبد الله بن سعود بالخضوع للوالي المصري بالمدينة، وهنتكلم عنها بشكل مفصل في فيديوهات تانية بإذن الله. وعشان تعرف أكتر استنوني في فيديوهات تانية إن شاء الله.